يسعد صباحكم او مساكم اينما كنتم. انا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج اصل الحدوته. محلات الورد موجوده في مصر من زمان وليها باع طويل، والنهارده حدوتتنا معاكم عن اقدم محل ورد موجود تقريبا في جمهوريه مصر العربيه، وهو محل بافيون دو فلوريل. زمان ايام ما كان اليونانيين عايشين في مصر وكان بيتقال لهم يا خواجه، كان ساعتها محلات الورد دي بتعتبر ملك للاجانب، عشان المصريين ما كانش عندهم ثقافة الاهتمام بالورد. ولما اليوناني والمصري اتصاحبوا فتحوا المشروع ده سوا، واللي بيعتبر أقدم محل ورد في كيا اسكندرية. وكان الخواجة بيسافر بره مصر يروح يجيب الورد ويجي، ومن أهم الدول اللي كان بيسافرها عشان يجيب الورد هي هولندا. كانت وقتها رقم واحد في الظهور. من أشهر الشخصيات العامة والمشاهير اللي كانوا بيروحوا لمحل بافيون دو فلوريل كوكب الشرق ام كلثوم، الفنانه زهره العلا، الفنانه شاديه، الفنان سمير صبري، والفنانه ليلى مراد، سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والفنانة ليلى علوي، الفنانة مريم فخر الدين، والفنان عبد الحليم حافظ، والفنان عماد حمدي، والمغامر العالمي معتز محمد. المحل ده في يوم من الأيام كان شغال فيه 40 عامل، والنهاردة بعد ما الذوق بقى في النازل والورد أصبح مواسم فقط لا غير، الأول الورد كانوا بيهادوا بيه من غير أي مناسبة. وحل محل الورد الايموجي والستيكرز والحاجات دي على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي. وصل الحال النهارده ان المحل شغال فيه 3 اشخاص فقط. لو عندك اي معلومه عن محل بافيون دو فلوريل في اسكندريه، يا ريت تبعتها لنا او تكتبها لنا في التعليقات. ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل شير لايك وسبسكرايب عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. كنت معاكم رفيق عادل في اصل الحدوته، واستنونا في حواديت جايه كتير. اشوفكم على خير.